كلنا شفنا فيلم ذا ماسك، وازاي كان القناع بيحقق الأمنيات للشخص اللي بيرتديه. تعالى بقى احكي لك قصة أقدم قناع في تاريخ البشر، واللي كان بيحقق أمنيات المتوفى. اسمه قناع هيراكنوبولس أو قناع نخن. ونخن دي بترجع لعصر ما قبل الأسرات، وتحديدا عصر نقادة الثانية اللي كانت عاصمة مصر من حوالي 3000 سنة قبل الميلاد. حاليا بقى هي مدينة الكوم الأحمر، الواقعة بين مدينتين في صعيد مصر هما إسنا وإدفو. هناك كان بيتم تأدية الطقوس الجنائزية على روح المتوفى. من ضمن الطقوس دي كانت عملية نحت قناع من الفخار بعينين وفم عشان يتثبت على الرأس، وده من خلال تمرير خيط رفيع من خلال ثقوب خلف الأذنين. الهدف من القناع بقى مش معروف بالظبط، لكنه كان احتمال من اتنين: إما عشان يرتديه الشخص المسؤول عن تأدية الطقوس، أو عشان يرتديه المتوفي نفسه. من هنا إن القناع لو تم ارتداؤه صح وتأدية الطقوس صح، ده بيضمن للمتوفي النجاح في الحياة الأخرى وتحقيق أمنية الحياة السعيدة والخلود بعد الموت. القناع موجود في المتحف المصري في التحرير، وبيعتبر قطعة فنية فريدة ونادرة جدا. سلام.